السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله جايبه لكم طريقه جميله قوي، طريقه سحر لتقشير الثوم. ازاي تقدري تقشري كميه كبيره قوي من الثوم في ثواني، ما تاخدش معاكي وقت وتقشريها في ثواني زي ما قلت لك. طبعا الثوم اللي انتوا شايفينه ناشف ازاي معايا، لو عندك اكتر من كده هتقشريه برضو في ثواني من غير ما تتعبي ايديكي ولا ضوافرك وتشتكي من ريحة الثوم. الطريقة دي بجد بجد وهم، جربيها وان شاء الله تعتمديها على طول. انتوا شايفين معايا الثوم ناشف ازاي؟ بجد الطريقة دي سحر. طبعا انا معايا كمية كبيرة اوي من الثوم، انت لو حابة تزودي تقللي براحتك انت. معايا كمان الحاجة اللي هتخلي الثوم يتقشر في ثواني، حلة. كل اللي هنحتاجه حلة هننزل فيها كده بالثوم. انا نزلت بكمية الثوم كلها، ومعايا الغطا. كل اللي هنحتاجه حلة اللي هنقشر فيها الثوم. هنبتدي كده، طبعا انا مش هفصل الفيديو عشان تشوفوا كل حاجة. هنبتدي نحرك الحلة كده. طبعا هو الصوت صعب شوية بس عشان تشوفوا كل حاجة. بتحاولي تقلبي الحلة كده من الناحية دي شوية. طبعا بتريحي ايديكي زي ما انت عايزة، بس هي طريقة جميلة ومبتاخدش وقت. نحاول نشوفه كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الثوم اتقشر ازاي؟ طبعا احنا بنشيله وننضفه ونغسله كويس اوي، بس شفت الطريقة؟ حتى هو لو في حتة كده متقشرة وحتة لأ، بيكون سهل عليكي. شايفين؟ طبعا وزي ما قلتلك الثوم ناشف، ده هيتغسل علشان طبعا لو في تراب في اي حاجة. بجد بجد طريقة وهم. ده كله حتى لو فيها حاجة بتقشرها بسرعة. شايفين؟ بيتقشر معاكي بكل سهولة، حتى لو حاجة فيها قشر زي كده بيتقشر بكل سهولة. لو عندك 10 كيلو توم هتقشريهم وتفرزيهم في اقل من ساعة. بجد بجد طريقة سحر. اتمنى ان انت تجربيه، واتمنى ان الفكرة تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي لايك علشان باذن الله يوصل لكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.